بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 10. آخر آية في تكوين 9 بتقول: عاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. إصحاح 10 عبارة عن أسماء أو أنساب بيها بنعرف توزيع الشعوب، ولو مشينا مع كل اسم بشكل دقيق نقدر نعرف أصل كل شعب، لكن احنا هناخدها بشكل سريع لأن ما فيهاش تأملات روحية كتير. وهذه مواليد بني نوح: سام وحام ويافث. وولد لهم بنون بعد الطوفان: بنو يافث جومر وماجوج وماداي ويوان وتوبال وماشك وتيراث. ليه ابتدى بيافث مع ان سام يعتبر اول واحد او هو البكر بعد كده؟ لانه هينتهي بسام ويدخل منه على قصة ابونا ابراهيم. سام جد ابونا ابراهيم، فهو هيبتدي بالمقلوب عشان لما يوصل لسام يدخل منه على ابونا ابراهيم، وده اللي يعنينا الفترة اللي جاي. جومر وماجوج وماداي ويونان دول واخدين الشريط اللي فوق البحر المتوسط، يعني يوان ده يعتقد انه جد اليونانيين، بعض الاسماء تحسوها متقاربة. ماداي او مادي دول اللي جات عليهم مملكة مادي اللي هي ناحية فارس، فكل الشريط اللي فوق البحر المتوسط ونازل ناحية العراق كل ده يعتبر نسل يافث. وبنو جمر أشكناز وريفاس وتجرمة، وبنو يوان أليشا وترشيش. ترشيش دي اللي بنسمع عنها في قصة يونان اللي هي أسبانيا يعني. وكتيم ودودانايم. من هؤلاء تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم، كل إنسان كلسانه حسب قبائلهم بأممهم. يبقى شرح لنا باختصار ان يافث ده جد الجماعة الأوروبيين عموما أو الأراضي شمال البحر المتوسط. وبنو حام، بنو حام بقى ننزل جنوب البحر المتوسط، احنا تبع حام. بنو حام كوش، كوش ده المشهور بتاع أراضي السودان، جنوب السودان والحبشة النوبة، كل دول يسموهم كوش. ومصرايم اللي جت منها مصر، وفوط، فوط ناحية ليبيا والجزائر، وكنعان اللي هي فلسطين. يبقى الخط ده كله تبع حام كان ابن نوح. وبنو كوش سبأ وحويلة وسبتة ورعمة وسبتك. وبنو رعمة شبا وددان. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار. يعني ابتدى يظهر القوة البشرية تاني، لكن يا ترى دي هتخدم ربنا ولا ضد ربنا؟ واضح انها ايه يعني، ما هواش مختار زي ابونا ابراهيم وما فيش ايمان، لكن جبار صيد بمعنى واحد قدر يتملك الشعوب اللي حواليه ويمشيها وراه. من تلك الأرض خرج أشور وبني نينوى. هنا أشور اللي هي شمال العراق، ونينوى شمال العراق اللي كان المفروض يونان بعد كده يروح لها، وراح ترشيش. ورحوبوس عير وكالح ورسن بن نينوى، وكالح هي المدينة الكبيرة. ومصرايم اللي هو بقى جد المصريين يعتبر، ولد لوديم وعنامي ولهبيم ونفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم، الذين خرج منهم فلسطين غالبا هي اللي فلسطين بعد كده. وكفتوريم. وكنعان ولد صيدون بكرو، صيدون اللي تسمى عليه فينيقية أو بلاد لبنان. وحسة واليبوسي والأموري والجرجاشي والحوي والعرقي والسيني والأروادي والسماري والحماسي. كل دي بقى قبائل طلعت من نسل حام. بعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني، وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حيث تجيء نحو جرار إلى غزة، وحينما تجيء نحو سدوم وعمورة كانت موجودة طبعا لسه وقتها،
وأدب وصبويم إلى لاشع. هؤلاء بنو حام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم وأممهم. في واحد يقول طب يعني احنا هنستفيد ايه من الأسماء؟ أولا ده تسجيل تاريخي دقيق لبدايات الشعوب، فكل من يعنيهم أنه عاوز يعرف أصل أي شعب بيلاقي أن القصة فعلا ممتدة إلى جد قديم قوي، لابد أن ينتسب إلى نوح بصلة، يعني لازم هيكون من سام يا من حام يا من يافث. وده مهم في تقسيم الشعوب وأصل الشعوب ودراسة الشعوب وعاداتها وارتباط الشعوب ببعضها. الحاجات دي بتفيد بعض الناس. إنما هو بيحكي إزاي الشعوب ابتدت تتفرق وتتكاثر، لأن ربنا قال اكثروا واثمروا زي ما قالها في آدم، رجع قالها في نوح بعد الطوفان. وسام أبو كل بني عابر. هنا بقى كلمة مهمة، عابر هو جد العبرانيين. كلمة العبرانيين جت من جدهم عابر. عابر ده الجد تقريبا الرابع لأبونا إبراهيم، فما تسموش الإبراهيميين، تسموا العبرانيين نسبة إلى عابر، وعابر ده واحد من ولاد سام. فلأن في ناس تقول منين جت كلمة الهبروز العبرانيين دي، جت إلى جد إبراهيم عابر. أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون. بنو سام عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وأرام. وبنو أرام اللي هي ناحية سوريا بقى، عوص وحول وجاسر وماش وأرفكشاد ولد شالح، وشالح ولد عابر. يعني هو عاوز يقول سام مش أب عابر، هو جد عابر، وعابر ده اللي هيبقى جد أبونا إبراهيم. ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخيه يقطان. ويقطان ولد المداد وشالف وحضرموت ويارح وهدرام وأزال ودقلة وعوبال وأبيمايل وشبأ وأوفير وحويلة ويباب. جميع هؤلاء بنو يقطان كان مسكنهم من ميشا حينما تجيء نحو سفار جبل المشرق. هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم حسب أمم. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم، ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان.